هيك بصير بس تختاروا الصحن الغلط وتشردوا كمان انتوا عم تصوروا. بعد ما نضفت ومشي الحال، اليوم حنعمل أطيب كبة حيلة بالبندورة. طريقتها كتير سهلة ولذيذة، مكوناتها متوفرة عندكم بالبيت. يلا قوموا على المطبخ وخلونا نعملها سوا. نبدأ بكوب من البرغل الأبيض. هديك المرة عملتها برغل أسمر وكتير سأل منكم إذا بتزبط بالأبيض، فأكيد بتزبط. بنحط كوب من البرغل الأبيض مغسلينه مصفيينه. بنحط عليهم هلأ كوب من المي. بهمنا إنه المي تغلف حبات البرغل مشان تنقع فيها، فما بدنا نكتر، بس هيك مجرد تغمرها شوي. نخلطهم مع بعضهم وبدنا نغطي عليها لمدة 15 دقيقة لحتى تتفتح حبات البرغل بالكامل. بهالوقت بدي أعمل شوربة البندورة. شوية زيت زيتون مع 5 حصوص توم مهروس. فيكن أقل شوي إذا بدكن، بس ما بتطلع طعمتن قوية، حيتقلوا ينغلوا منيح. بتقلوا التوم لحتى يتقلى. واو، تقلوا التوم لحتى يتقلى، أوكي. وبتضيفوا عليه 4 ملاعق كبار من معجون الطماطم. بتخلطوهم مع بعضهم. بتخلوا معجون الطماطم كمان ياخد تقلية خفيفة. كتير بتطلع طعمته أطيب بالشوربة بس يتقلى على الخفيف. بدي اضيف عليهم هلا 8 اكواب من المي عادي بحرارة الغرفة، ما في داعي تسخنوها. وبدي اخلطهم مع بعضهم منيح واترك المي لحتى تغلي. بدكن قوامها يكون خفيف مثل الشوربة، ما بدكن اياها ثقيلة وهيك ما عم بعرف احكي اليوم. وما بدكن اياها تكون كتير مسبكة يعني، فما تكتروا معجون طماطم. بدكن اياها بهالقوام، هيك بتستوي الكبيبات بشكل حلو وما بتطلع معجنة. بنغطي عليها وبنتركها لحتى تغلي. بهالوقت بدنا نعمل الكبيبات. البرغل بنتأكد انه تشرب المي منيح، حيضل شوية مي. اذا حسيتوا في كمية مي كبيرة ساعتها صفوا البرغل. بدنا ندعك البرغل شوي لحتى الحبات تتماسك على بعضها، ما تكون مفلفلة، يعني تصير تقرب تصير عجينة. بعدها بنضيف كوب من الطحين، ملعقة صغيرة توم بودرة، ملعقة صغيرة بصل بودرة، ملعقة صغيرة كمون، وملعقة صغيرة بهار حلو، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. لاحظوا ما حطيتها كلها، حسيتهم كتار، كفاية ربع ملعقة. وملعقة صغيرة من الملح. وهلا بدنا نعجن لحتى تتماسك على بعضها وتصير سهلة إنها تتكور. تقريبا بتاخد 5 دقايق ما أكتر، بس أكيد بس بدكن تبلشوا تكوروها. إذا حسيتوها عم تلزق ضيفوا ملعقة ملعقتين من الطحين. هالمقدار بده يتغير من حدا للتاني حسب نوع الطحين عندكن. بدكن تكون سهلة تتكور معكن، ما تلزق بإيديكن وما تعذبكن. بس تلاقوا قوامها صار منيح، يعني هيك ما عم تلزق بإيدينا، منبلش نكورها كرات صغيرة. وفينا نعمل بإصبعنا هيدا الشكل من النص، نحن معودين ناكلها هيك. وفيكن كمان ما تعملوا، فيكن بس دويرات عادية. وش انصدمت بتعليقاتكم بأول فيديو كبة حيلة نزلته، صرتوا تقولوا لي هالأكلة شو بتتسمى بكل بلد. طلع لها أسماء غريبة عجيبة. غلفتهم بالطحين طبقة رقيقة، ما تكترون فضوا أي شي زايد. وهلأ الشوربة بدها تكون عم تغلي. بدنا نضيف عليها الكبيبات هي وعم تغلي، أفضل شي مشان دغري يمسكوا على بعضهم. ما تنزلوهم دفعة واحدة، نزلوهم شوي شوي. وكل كم حبة بلشوا هيك حركوهم مشان ما يلزقوا مع بعض من تحت. وحضيف عليهم كمان علبة حمص، كتير بتطلع طيبة معهم. حطيت الكمية كلها، بس مثل ما قلت لكم ما تنسوا تحركوا بين كل كم قطعة مشان ما يلزقوا. هلا بدي اتركهم يغلوا على نار متوسطة لحتى تستوي الكبيبات بالكامل. تقريبا وقتهم بيختلف من حدا للتاني، بس انا اجمالا عم بتركهم 45 دقيقة عم بلاقيهم مستويين تمام. فانتو هيك تضوقوا، شوفوا بس تلاقوها استوت بتطفوا عليها. وأكيد كنت مغطاية عليها هي وعم تغلي، بتستوي أسرع. وقبل التقديم حطيت شوية نعناع يابس، ناقصها كمان شوية ملح، زدت ملح عليها. خلطتهم مع بعضهم، بتركها هيك شوية تغلي على الخفيف، بتصير جاهزة للتقديم. وكمان لاحظوا الشوربة كيف صارت مسبكة وقديش كانت رخوة قبل. ما ضفت عليها أي طحين غير اللي كان على الكبيبات، وما ضفت عليها معجون طماطم كمان زيادة، فبتتسبك لحالها وبتتقل لحالها. تعرفوا بس يكون بدكم تعملوا شي وعارفين انه بده ينتهي بكارثة بس بتضلكن عم تعملوه. انا بدي هيدا المقطع كرمال التصوير، كتير هيك عم يطلع حلو بالفيديو، بس اسكب من الطنجرة على جاطة كبيرة. فشوفوا قديه هوس التصوير شو بيعمل فينا، كله الطرطش حوالي. كارثة كارثة صارت. لا وكمان شردت، وهيدا الوعاء مايل من قدام، يعني ديزاينه منه هيك جالس. لاحظوا بينتلى من قدام قبل ما ينتلى من ورا.
فأنا ما انتبهت وكله سكب وصارت كارثة، والخشبة اللي تحت علم عليها البندورة وصرت أقعد نظف، ورجعت سخنت الشوربة من أول وجديد، كله بس كرمال صور مقطع حلو. مهم بعد ما نظفت وخلصت صارت الكبة حيلة جاهزة للتقديم. عن جد كتير طيبة، يعني ونسني الطعم بعد كل هالعذاب التنظيف. أصلا ما خلصت كمان على فكرة، اسا هيدي الخشبة بدها تنظيف من أول وجديد، بس مرقت حالي. جربوا هالوصفة إن شاء الله كتير حتعجبكم. المرقة البندورة معها كتير بتلبق وكتير طيبة ودافية ولذيذة، وما شاء الله الكمية بتكفي العيلة، هيك مشبعة. فيكن تعملوها جنب الغدا، فيكن تعملوها على العشاء بالشتوية، فيكن تعملوها كمان برمضان على السفرة، كتير بتطلع طيبة. جربوها وإن شاء الله كتير حتعجبكم. صحتين ومية هنا.